أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الخبر العاجل الذي وردنا قبل قليل. قرارات هامة لجميع التلاميذ من وزارة التربية الوطنية. لكن قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أخبار الجزائر. حددت وزارة التربية الوطنية مهلة أسبوع كامل لانعقاد مجلس الأقسام وضبط النقط والمعدلات النهائية للتلاميذ، على أن يتم تسليم كشوف النقاط للتلاميذ يوم 23 مارس الجاري. وشددت وزارة التربية حسب تعليماتها على ضرورة الالتزام بالخطوات التي على أساسها يتم حجز نقط التلاميذ بعد موافقة مجلس الأقسام عليها. وانطلقت اختبارات الفصل الثاني في الطورين المتوسط والثانوي يوم 5 مارس الماضي، ومن المنتظر أنه تم الشروع في التصحيح الجماعي بداية من يوم الأحد الماضي. وسيتعرف التلاميذ على مواطن الضعف والقوة لديهم وعلى الأسئلة التي عجزوا عن حلها بعد تسليمهم النقط التي تحصلوا عليها.